كي والو بوقر اخويا ما تحشمناش الله يرحم بابك. ما تحشمناش خرا دار شرك. نبغي 3 بوان اليوم. الماتش الاول 3 بوان، عندك 3 ماتش تربح جوج والثالث دير اكس ولا الله يسهل عليك. المهم 2 ماتش تربحهم. السودان هضروا فينا، قال لك الجزائر ومنا ومنا، حنا اللي هضروا فينا نلقطوه. كاش اللي يهضر فينا. خوتنا المغاربه ربحوا البارح، خصنا اليوم 3 بوان. بوقره خي ما على بالك شو الشعر نطيحها اليوم. الشعر خرا دار شرك. راني خايف والله، راني خايف لك خرا دار شرك. ادعوا من السودان؟ لا لا لا، السودان اللي يخافوا منا لان عندنا فريق تاعنا اقوى من السودان. بس مباراة بكره في الملعب. عشان بوشة على كل على الملعب هو احنا اللي ما نخاف من حد الا هو اللي خلقنا. يبين كلش. الملعب هو اللي يبين. المهم قلع واداء سيء وزيد يختمها ادموا الناس بالكارطون روج. بوقرة احنا قلنا هذه لاكوب داراب نشدوا بها يدينا نزهوا بها قبل ما تبدا لاكوب دافريك وتبدا البوليغا ونبداو خايفين ونبداو الحسابات على حساب الشوفه. راح يقللوا الحسابات من الكوب داراب هذه حتى لاكوب دي موند الجاي. وماذا بك ما تبقاش تمشينا بسياسه تاع جبر الخاطر. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء ديالي مرحبا بكم معنا في قناتنا وقناتكم أطلس بريس. أصدقاء ديالي إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالنا فما تبقاش علينا بداك اللايك ديالك، الاشتراك في القناة، تفعل داك زر الجرس باش ديما تكون من الأوائل اللي كيتوصلكوا جديد ديالنا والفيديوهات الحصرية ديالنا. أصدقاء ديالي فيديو ديال اليوم فراه فيديو يستحق المشاهدة كيف ما تابعتوا معنا في مقدمة الفيديو وكيف ما غنتابعوا جميع بحول الله في التتمة ديال الفيديو ديالنا من الاول ديالو حتى التالي. ونتلاقاو طبعا كيف ما العادة بعد نهاية الفيديو. ما تنساوش كيف ما العادة داك الدعم المستمر ديالكم للقناة بداك لايك للفيديو، تخلي لنا الرأي ديالك في أسفل التعليقات وتبارطاجينا الفيديو مع الأصدقاء ديالك باش يوصل جميع المغاربة داخل وخارج أنحاء الوطن. أصدقاء ديالي ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نمشيو مباشرة جميع نتابعوا الفيديو ديالنا ديال اليوم ونتلاقاو كما العادة بحول الله بعد الختام ديالو. لا لا لا، السودان اللي يخافوا منا لان عندنا فريق تاعنا اقوى من السودان. مباراة بكره في الملعب. عشان بوشة على كل على الملعب هو احنا ما اللي نخاف من حد الا هو اللي خلقنا. يبين كلش. الملعب هو اللي يبين. المهم خوتي المنتخب الجزائري يبداو دروك. راني شويه راني مستريسي على بالكم راني كي والو. بوقر اخويا ما تحشمناش الله يرحم بابك. ما تحشمناش خرا دار شرك. نبغي 3 بوان اليوم. الماتش الاول 3 بوان، عندك 3 ماتش تربح جوج والثالث دير اكس ولا الله يسهل عليك. المهم 2 ماتش تربحهم. السودان هضروا فينا، قال لك الجزائر ومنا ومنا، حنا اللي هضروا فينا نلقطوه. كاش اللي يهضر فينا. خوتنا المغاربه ربحوا البارح، خصنا اليوم 3 بوان. بوقره خي ما على بالك شو الشعر نطيحها اليوم. الشعر خرا دار شرك. راني خايف والله، راني خايف لك خرا دار شرك. ادعوا معايا خوتي، ادعوا معايا ان شاء الله 3 بوان. ادعوا معايا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. امين امين خرا دار شرك امين. راني خايف والله، سمحوني خرا دار شرك. بوقرة منظر كروي يخمم باش كيفاش يربح البحرين. خاوتي رسميا نهاية المباراة الجزائر ضد السودان بنتيجة التعادل. المنتخب الوطني الجزائري يلعب ميطود دوزيام كومبلي ب10 لجوار. خرج لنا ادم والناس مع نهاية الشوط الاول بطاقة حمراء مستحقة، يعني كدا الصفرة الاولى ودا الصفرة الدوزيام. يعني واحد ما يجي يقول لك منا وظلموا، لا لا ليك هي صاحبي ادم والناس اليوم كان اوت. الحاجة الإيجابية في هذه المباراة هي أنه ما خسرناش باسكو لعبنا ب10 لجوار. هذه هي الحاجة الإيجابية. لي جوار اللي لعبوا مليح بالنسبة لي بن عبادة خاوتي في لا ديفونس ما شاء الله، كرات عالية أرضية قاع تاوعو. فيكتور لك حل في الوسط خاوتي مليح يتزحلق، وعندك الفوقة في لاطاك بولبينا سيا بصح الله غالب الحارس ومين ذاك هو يزيد عليها. أسوأ لاعب بالنسبة لي هو بركان خاوتي، ثقيل 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 قوتها في عمره 38 سنة كيما سليماني. خاوتي ما عجبنيش أنا بركان هذاك خاوتي، ما نكذبش عليكم من أسوأ اللاعبين في المباراة. ولا بريف خرجوا بوقرة هو الأول. الترتيب هذا هو خاوتي، رانا في الصدارة بنقطة واحدة مناصفة مع السودان. دوك شوية يتلعب الماتش تاع البحرين كونتر العراق، ان شاء الله يخلص بالتعادل باش الجولة الزوجة ان شاء الله تكون شغل هذاك وين حتبدا كأس العرب عندنا باسكو نكونوا كاع متساويين في النقاطي. تربح العراق ولا البحرين راح ندخلوا في الحسابات تاع ماجر. ليسونسيال طلع الفيديو، طلعوا خلونا رايكم في المباراة. مباراة الجاية تاع الجزائر كونتر البحرين. طلع الفيديو طلع والعلم. قلع واداء سيء وزيد يختمها ادموا الناس بالكارطون روج. بوقرة احنا قلنا هذه لاكوب داراب نشدوا بها يدينا نزهوا بها قبل ما تبدا لاكوب دافريك وتبدا البوليغا ونبداو خايفين ونبداو الحسابات على حساب الشوفه. راح يقللوا الحسابات من الكوب داراب هذه حتى لاكوب دي موند الجاي. وماذا بك ما تبقاش تمشينا بسياسه تاع جبر الخواطر. حنا نلعبوا في الفوتبال ماشي اللي ما عندوش بلاصتو فيه اللي تجيبوا له هنايا
سليماني وبنزية خويا شي ثقال بزاف. والحاجة الوحيدة البوزيتيف اللي شفناها في الماتش هذه كاين جوال واحد، عبادة الديفونسور تاع الشلف. خويا جوال تحسوا بلي راهم كونسونطري 200%، وكان قادر لو كان السودانيين زدموا عليه بشهر كان قادر يردهم. خويا عبادة يعطيك الصحة. برافو السودان، والسودان عباد الله ما ربحتوهاش. والسودان عندهم حرب، الدوري ديالهم واقف، عندهم حرب، ما كيلعبوش كره. شحال هادي جمعوا منتخب وطلعوا لقطر، لعبوا ضد الجزائر اليوم قهروها ديال بصح، خنقوها. السودان بان بحال البرازيل. والله تا كانوا يستاهلوا يربحوا السودان اليوم. ولكن الواعره شنو هي المدرب ديالهم بوقره، وعالم في التدريب، دار لهم شي شونجمون اليوم ما عمري شفتهم في حياتي انا قسما بالله. مدخل لهم السليماني والجريه ما قدرش يجري، والسليماني كيلعب فحال شوشع. والله تكون غنجبتو لهم شوشع. والله تا الحمد لله على المنتخب المغربي، والله تا الحمد لله على المنتخب المغربي، المنتخب الوحيد اللي ربح في شمال افريقيا. هي هاد البلاد هادي الله يحفظها، والله ينصرها، والله يخليها ديما الفوق. جوارينا والو، ما تعرفوا بولا، ما تعرفوا غير الدورو. كيقول لكم شي واحد الدور مع السودان، كتقلبوا على نقطة واحدة مع السودان. المنتخب السوداني جاي من الحرب، في السودان كاين حرب. اللعابة المنتخب السوداني في الملعب، أجسادهم في الملعب، قلوبهم وعقولهم في السودان. ما قدرتوش تربحوا عليهم، وجبتوا قدموا الناس وعطال وسليماني وابراهيمي. تقريبا خصكم غير محرز. لعبتوا بالمنتخب الاول، والحارس ديال المنتخب السوداني ما شفتوش، ما درتو هجمه واحده على المنتخب السوداني. الحارس المنتخب السوداني شفتو مره واحده كيعزفوا النشيد الوطني ديال السودان. ضعاف. معليش كاين اسود الاطلس اللي كيجيبوا العز لشمال افريقيا ولافريقيا في البطولات القاريه. بيس. بعد تعادل المنتخب الجزائري والسوداني، منتخب واحد من عرب افريقيا بس حقق الانتصار في الجولة الاولى من كأس العرب، وهو المنتخب المغربي. تونس فشلت امام سوريا، مصر فشلت امام الكويت وتعادلت، والسودان والجزائر تعادلوا ضد بعض، وجزر القمر خسرت من المغرب، وباقي مباراتين هن العرب اسيا. بانتظار انتهاء الجولة الأولى اليوم، لأنه الجولة الثانية راح تكون دمار شامل. تونس ضد فلسطين، سوريا ضد قطر، عمان والمغرب، جزر القمر والسعودية، الكويت والأردن، البحرين والجزائر، السودان والمنتخب العراقي، والإمارات ومنتخب مصر. رسميا بالتعادل السلبي. منتخب السودان بيهزر لما تكون بتلاعب الجزائر منقوص عدديا وبيلعبك 10 لاعيبه لمده شوط كامل، كان لازم تكسب وتغتنم حظوظك وتاخد 3 نقاط مهمين جدا. منتخب السودان بيفقد نقطتين كانوا سهلين وكانوا في المتناول، ومنتخب الجزائر بيكسب نقطة رغم الظروف اللي حصلت وانه بيلعب ناقص. قدر يصمد في الشوط الثاني كامل ويخرج بالتعادل السلبي 0-0. واول مباراة في كأس العرب تكون نتيجتها 0-0، تكون مباراة سلبية بدون اي اهداف. منتخب السودان بالنسبة لي خسر في المباراة، ومنتخب الجزائر كسب المباراة عشان النقص العددي واللعب ب10 لعيبة. قلت خلاص الشوط الثاني هيكون سوداني، والسودان هتقدر تكسب المباراة وتاخد ال3 نقاط اللي ممكن يكونوا سبب في صعودها من مجموعة صعبة جدا ما توقعش فيها صعود السودان. لكن الله اعلم بعد المباراة دي المواضيع اتغيرت شوية والتوقعات هتتغير كتير. ادم والناس حط منتخب الجزائر في ورطة كبيرة جدا بطرده في اخر الشوط الاول. الجزائر كان ممكن جدا تكسب المباراة في الشوط الثاني لانها كانت افضل في الشوط الاول، وكان نجم المباراة حارس مرمى منتخب السودان. لكن الطرد غير كل حاجة، الطرد قلب المباراة حرفيا وخلى منتخب السودان هو اللي يكون ليه الأسبقية والأفضلية في الشوط الثاني. منتخب السودان كان أحسن بكتير قوي وكان قادر إنه يسجل جول، لكن استهتار غريب جدا وتساهل في إنه ساب المباراة إنها تخلص بالتعادل السلبي 0-0. ما كانش فيه أنياب حقيقية، فرصتين هما اللي كانوا خطر على مرمى منتخب الجزائر، لكن قدروا يتعاملوا معاهم ويخرجوا بالمباراة
بر الأمان 0-0، كل منتخب خد نقطة، وننتظر نشوف المباراة التانية مباراة منتخب العراق والبحرين اللي هتكمل المجموعة دي عشان نقدر نتوقع ونقول المجموعة هتروح لفين ومين اللي هيصعد. الجزائر تعادلوا، تاسي منتخب افريقي ما ربح في كوب دارب من غير المنتخب ديالنا المنتخب المغربي. الجزائر تعادلوا مع السودان، والجزائر تاهما ناقصين ميتين اسعد. سليماني باقي كيلعب، سليماني باقي كيلعب في الكورة. سليماني سخونه منه، عرفتي الناس ولا كنشوفو سليماني كنشوفو من كوب دي موند ديال البرازيل مازال كيلعب. سليماني بان ليا داخل ما فهمت والو. قلت سيس الجزائر تعادلوا مع السودان هي العقده ديال الجزائر ديما واحد اليوم كوب داراب مربح فيه تاسي منتخب عربي افريقي لحد الان من غير المنتخب الوطني ديالنا المغربي. مشكله الجزائر مشكله، وتفرجت فيكم صراحه ناقصين ما سيتي حاجه والو. فالله كوب داراب غنديو هنايا، غندي المنتخب المغربي اللي غيدي كوب داراب ما كاين ما ولكن قويت انا والله. تعادل ما بين المنتخب السوداني ومنتخب الجزائر. يا اخي انا اللي عجبني الجمهور يا اخي، كده حسيت يا اخي مباراة تحسها مباراة عالمية يا اخي. جمهور يحفز الفريقين بكل قوة والله العظيم، كأنه كأس العالم. تحس كده اوقات كأنه كأس العالم يا اخي. شكرا للجمهور الكبير اللي حضر ما بين الجمهور الجزائري والجمهور السوداني. والمنتخب الجزائري تقريبا شوط كامل بنقص لاعب. ادم والناس شنو هذا يا صاحبي؟ شنو هذا يا اخي؟ ايش التدخل هذا القوي يا اخي؟ تستحق فيه الكرت الاصفر الثاني والطرد، وضريت فريقك شوط كامل بنقص لاعب. يعني كويس انها انتهت بالتعادل. وهذه اللقطة المجنونة من اللاعب السوداني، دخل للكورة براسه يا اخي، والله كان بامكانه يتعور. خفت عليه انا يا اخي. الحمد لله عدت، بس هنا يثبت لك انه اللاعب السوداني البطولة هذه عنده بالدم، وداخل هنا يقاتل لأجل هذه المباراة. وبهذه اللقطة المجنونة من اللاعب السوداني يثبت لك انه اللاعب السوداني داخل البطولة هذه بالروح وبالدم. والله العظيم دخل براسه، كان بامكانه ينصاب، لكن الحمد لله عدت. وانتهت المباراة بالتعادل. الليلة بالليل نمشي بشارع النيل انا وانت سوا، قهوة بمزاج. أغنية السودانيين يستاهلوا. ومباراة انتهت بالتعادل، والجزائريين نعرف انهم ما دخلوا هذه البطولة بلاعبينهم الاساسي، وانا والله من عشاق الحاج موسى. فانت يا عزيزي المتابع ايش رايك بهذه المباراة؟ ادينا رايك يا حلولي ويسعد مساك. المنتخب السوداني يتعادل مع الجزائر 0-0 هو المباراة في كأس العرب. طبعا السودان كان خش المباراة دي، الخصم الأقل نوعا ما والجزائر هي المرشحة، لكن في مشكلة كبيرة جدا. الشوط الأول النجم بتاعه للسودان هو بوجا، عشان أصلا السودان ما قدر يلعب كورة. دي إحصائيات الشوط الأول للسودان ولا تسديد على مرمى الجزائر. أنا أعتقد يمكن السفر بتاع اللعيبة في مباراة دوري أبطال أفريقيا أثر عليهم بدنيا، يعني الباك اليمين والباك الشمال فعليا لولا الكرت الأحمر بتاع الجزائر كان ممكن ينتهوا أو يقطعوا بعد نص ساعة. الكرت الأحمر خلى المباراة إنه السودان هو المرشح ويضغطوا كده، لكن بعد ده كله كان في مشاكل كثيرة. لعيبة الجزائر مرات بلاعبين ثلاثة ممكن يطلعوا من الضغط بتاع السودان. الكرت الأحمر بتاع آدم والناس ده كان لمصلحة السودان، لأنه مو كنت تعتقد نهائي المنتخب حيقدر يصندد بدنيا لحد ما الدقيقة 60 والدقيقة 70 تقريبا. الشوط الأول فيه لاعبين ثلاثة الباكات اليمين والشمال انتهوا. فالشوط الثاني بعد ده كله زايدين اغلبيه الفرص الخطيره بالعرضيات، بالذات من الجهه الشمال زي ما شفنا في مباراه التصفيات في كاس العالم او افريقيا. اغلبيه الفرص الخطيره من عرضيات الجهه الشمال لجوا سواء كان روف او المهاجم. والكرات الثانيه كلها فشلنا فيها مع انه كنا زايدين في الشوط الثاني. اللقطه الوحيده اللي اخذنا فيها الكره الثانيه كانت بتاعت روفا اللي كان ممكن تكون هدف، دي اخطر فرصه. عشان كده الكره الثانيه كنا سيئين، ما في هجوم من العمق نهائي، مع انه كنا زايدين، ما في بساط العمق بتطلع، ما في واحد بيقدر يطلع من الضغط كويس. لكن الحمد لله انه هم انطرد منهم لاعب وبدنيا قدرنا نصندد. طبعا الشوط الثاني ما شفنا حارس السودان نهائي، لانه طبعا الجزائر تعبانين، اما كل مرتداتهم كان فيها نوع من العشوائيه. فمباراه انتهت 0-0. كان طبعا الجزائر هو المرشح، لكن انتهت 0-0 ده انا شايفه كويس، لانه الجزائر ممكن نقول اصعب فريق حاليا في المجموعه. ولحد الوقت ذاك يمكن اللعيبه يتعافوا بدنيا، ياخذوا لهم راحه، لانه الفارق اللياقي يعني للسودان بعيد شديد، يعني لازم يرتاحوا اكثر من كده.
الجزائر القوة الضاربة كتعادل لك مع السودان. الإعلام الجزائري كان كيقول أن الجزائر هي المرشحة الأولى لكأس العرب. الجزائر هي اللي غادي تعلي هاد النسخة عاوتاني. أنتم كتشوفوا مع السودان اللي فيها حاليا حروبات ولا ما نقول لكم كتعادل معها ناري ناري ناري. ولكن حنا المغاربة غادي نشجعوا الجزائر، حنا غادي نوقفوا مع الجزائر، بغينا نطيحوا مع الجزائر وبغينا نواجهوا الجزائر. أنا اليوم صراحة شجعت المنتخب الجزائري حيت المنتخب الجزائري منتخب ديالنا. حنا بغينا نرجعوا الكريديت 2021 اخوتي. البلايلي حنا مع الجزائر وديما مع الجزائر حتى يواجهوا المغرب. مباراة انتهت بين المنتخب الجزائري والمنتخب السوداني. للأسف ما عرفنا نستغل النقص العددي لمنتخب الجزائر خلال الشوط الثاني كامل. كنا الأفضل، تعادل بطعم الخسارة والجاي أفضل. ديالي وصلنا لنهاية الفيديو. لكن عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تبخلوش علينا بداك اللايك ديالكم، اشتراك في القناة، تفعلوا لنا داك زر الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يوصل جميع المغاربة داخل وخارج انحاء الوطن. الأصدقاء ديالي كيف ما تابعتوا معنا الفيديو ديال اليوم فراه كان واحد الفيديو شيق ويستحق المشاهدة كيف ما العادة. إذا وصلتي لهاد المرحلة هذه من الفيديو وكنتي باقي ما مشاركش في القناة فكنطلبوا منك فضلا وليس امرا انك تضغط على داك زر الاشتراك في القناه وتفعل داك زر الجرس وتخلي لايك معك للفيديو والراي ديالك في اسفل التعليقات. ونتلاقاو بحول الله في فيديو مقبل. الاصدقاء ديالي ما بقى لي الا نودعكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل.